فلان بيغسل اموال وفلان بفعل فلان تبقى الونسه بس هي الموضوع يعني. بتنبش في الخلوق الفقر والغنيان وحالك اصلا ما بترضاه مهما كان، دام المولى هو اللي بيقسم الكيمان مالك مبتلي وتابع البشر حفيان. اي والله. هل النوع الخالي شغلته تبن باري الناس، فلان جاب فلان سوى فلان ده نوع، وعندنا نوع ثاني النوع الداري يسوي مثل فلان ده الحاسد كمان. ساي بس حاجه والله ولا نفسه فيها ولا نفسه يجي السعوديه يقول والله ولد فلان داك مشى بإقامة راتبه قريب ال 12 مليون في الشهر، عليه الحرام كان ابوه ما مشى انا ذاتي. يعني مش لانه هو بيطمح انه يسافر برا، لا لانه فلان. ايوه صحيح. نخلي شغلته السمحه ببالي ذاك. تنغد ديما في الناس البخيل وجواد، وتلقاه كبخل البخلاء ودني وشحات. بدل تضحك عليه اللعمه العدم قواد كحل عينك اول مده الجواد. ايوه نضال تلقاه هو لقمه حته اللقمه دي ما بتدعي للناس. تلقاه ذاته ديوان معي. تلقاه بابه ده ما بيفتحوا للطيور خلاص، وقدر ما يمشي له لناس شال حاله مجرى راجع. ايوه صحيح. تلقى زول بيمشي مخصوص بس عشان يشيل حال الناس مهما يكون العرس شكله كيف ولا هو اكرموه كيف ده ما بهمه، يجي يقلبوا للناس بالعكس. ايوه بس عشان يشيل حال الناس. زي ده الناس كلها بتعمل له حساب. يعني كانه هو يرهاب عارف. يعني الناس بتعمل حساب انه فلان ده الليله جاي وفلان ده لسانه طويل. وبعدين في ناس ما عندهم شيء ساي يخافوا عليه، فبالتالي بيتكلموا ساي يعني الزول قدر بيهددوه بشنو؟ اللي بيهددوه به وده كلهم قرعانين منه. سمح ما اشتغل بناس فلان وفلان. نعم. وسمح القلب ابيض والصدق مليان. نعم. عاجبني اليقين مخالف الشيطان ويرضى بالقليل القاسيم الرحمن. يا سلام. اليقين ده من الله. واليقين صراحه سمح. اول حاجه لانه هو يقين فيه روحك انت بتكون متيقن ورضيان بوضعك، ان بقى ساكن في عماره وان بقى ساكن فوق ركوبه. انت ما دام عندك يقين قادر تواجه الناس، قادر يعني تمشي وانت بتتضرع ان بقى عندك وان بقى ما عندك. لا نضل في حاجه غريبه كده ما اعرف دائما اشك انها مثلا طبيعه البشر ذاته كده. المفلس يقول لك الله كان لقيت لي مال، اللي عنده المال يقول لك والله انا كان بقيت زي هذا كان مرتاح ما شاء الله ولياقتي وهم يرقد يا ضحى والعب كشتي كده يعني. ده الحسد وعدم اليقين اللي بنتكلم عنه. اعوذ بالله. قدر ما يجيبوا سيرة زول تبشع بيه يطلعوا عليك كذب وبين فيه والما فيه يمنقوا رزية ها زول الجبال باريه لا من انت برضك تقرب تعاديه. لا حول ولا قوة. في زول زي ده يعني يجبرك انك انت تكره فلان ده. والله ما فيه خير والله يصير يعني حتى كان ما عاشروا ذاته انت زميله مات معاه الزمن ده كله. الحاجات اللي قارنك دي انت ما شفتها فيه. انا يا بشرى قبل ما اقاطع كلامك الكره ما حبابه. احنا بنشجع الناس انهم يحبوا بعض، انهم يتحاننوا وانهم يتزاوروا وانهم مشان نشجعهم زياده نمرق ونديهم نمه نجي راجعين ولا لا حباب.